السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ ست بسيطة وبنوتتها، يا رب يكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي حبيبي رسول الله. النهارده جايلكم بوصفة حلوة ببضاية وشوية دقيق. تعالى اقولك تعملي بيها وصفة انما ايه خطيرة ولذيذة. وصفة سريعة وسهلة وبسيطة. متنسينيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نشوف مكوناتنا عبارة عن ايه زي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتة. مقاديرنا سهلة وبسيطة وكمان على قد الايد. يلا بينا. مقاديري سهلة وبسيطة، بتقول ايه؟ دقيق وبضاية وملح ومية وسكر. شايفين؟ يعني قولي مقدار كوباية دقيق، بضاية واحدة، رشة ملح، معلقة صغيرة سكر، ومية للعجن لغاية ما تلم معاكي. مقادير سهلة وبسيطة وكمان موجودة ومتوفرة في كل البيوت. يجعل البيوت كلها عمرانة بالخير يا رب. وده اللي احنا عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. مقادير سهلة وبسيطة. هبدأ بقى اعجنها كده كويس بالبضاية وبالمية. شوية مية كده عشان دي كوباية دقيق. وابدأ بقى الم العجينة بتاعتي كلها لغاية ما الطبق يطلع معايا نضيف. وابدأ ان انا اقدر اكورها كده. يعني ابدأ اني انا انضف الطبق بمعنى اصح لغاية ما تلم معايا العجينة والطبق يبقى فلة والعجينة تبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لوز اللوز. بعد كده لما لميت هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اجيب عنده رخامة نظيفة. هحط عليها الورقة اللي هي بتاعة الفرد دي اللي زي ما انتم ما شايفينها. لو ما عندكش نضف رخامتك كويس جدا. وابدأ ان انتي حطي عليها وبدوري عليها شوية من الدقيق زي ما انتم هتشوفوا كده. شوية من الدقيق كده او من النشا. يعني النشا بيبقى احلى قوي. وتقومي ايه ملمسة عليها بشوية نشا وفردة العجينة دايرة بقى ولا كده لغاية ما يبقى السمك بتاع يعني رفيع بس مش رفيع قوي. تجيبي برضو نشا وتقومي ايه فرداها برضو على العجينة. نشا مش دقيق، نشا يا حبايب البنوت. وشوية من الزيت كده شوية بسيطة. وتقومي برماها زي كده ايه البقسماط. برماها برم رفيع جدا زي ما انتم شايفينها كده. وتبداوا تقطعوها حتت تكون صغيره. يعني تحسوها كده ايه بونبونايه كده ومتسلفنه بورقه ايه ألمونيوم. وتبدأ ان انت ايه تقطعيها. الكمية دي يعني كوباية دقيق ما شاء الله عملت لي كده حوالي 15-20 واحدة. بصوا سهلة وبسيطة. وتديها بس دايسة بسيطة كده لكل واحدة تطلعيها دايسة بسيطة. شايفين العجينة ملمسها حلو قوي 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 قوي. ممتعة في عمايلها وسهلة وبسيطة. ما بتاخدش منك 5 دقايق بالكتير قوي ولا مواعين بقى ولا حاجة. لو عايزة كده هفتك على حاجة حلوة جميلة وسهلة وبسيطة وفي ال5 دقايق كده المنجز السريع تعمليها، يبقى الوصفة دي ليكي ولازم تقومي تعمليها. بصوا عجينة كده حلوة بصباعك كده تبدأ تعملي فيها زي دوسة كده بسيطة. عايزة اقولكم اللي احنا عملناها البرمة ده هتطلع مورقة وجميلة. والله انا كنت باكلها كده وحاسة طبقات اللف ده انا كنت عمالة اجر كده. وكانت طعمها في منتهى الجمال واللذاذة والسهولة والمتعة اللي انت تقدري تعملي بيها. كمان تنفعك حاجة حلوة في نصاص كده الليالي هفتك الشوق على حاجة حلوة. خلصت الكمية اللي عندي كده كلها. وابدأ بقى ابدأ اعملها تسوية ازاي. هجيب طاسة حلوة وجميلة كده زيك واحط كده شوية من الزيت يعملوا بس شوية كده شوية كده. واحط اللفات الحلوة اللي هي عاملة زي البونبوني دي في قلب الزيت زي ما انتم ما شايفين. تبدأ تاخد اللون الذهبي الخطير اللي انتم شايفينه ده واقلبها على الناحية التانية. يعني بسم الله ما شاء الله. وصفة انا عايزة اقول لكم استمتعت وانا بعملها ما خدتش مني وقت. عايزة اقول لكم بصوا مورقة والله مورقة.
انا كنت باكلها زي ما قلت لكم، بعمل اللفات اللي كنت بعملها دي، والله خطيره خطيره خطيره، منتهى الجمال والحلاوه. لازم تجربوا يا بنانيت. ما تنسنيش باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. ما تنسيش تقولوا لكل حبايبك وقرايبك عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. يا رب اكون فدتكم بالف صحه وبالف هنا وعافيه. ما تنسونيش زي ما قلت لك باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.